بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية، وهذه هي الحلقة العاشرة، وهي جزء من غاية التسليم لله سبحانه وتعالى. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الأولى أو في الجزء الأول من الحلقة الثامنة، تحدثنا عن تعريفنا للتسليم وأهمية التسليم لله، وتحدثنا في الحلقة الثانية عن مسألة مظاهر التسليم لله سبحانه وتعالى من خلال أركان الإيمان وأركان الإسلام. ونتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة والجزء الثالث والأخير في غاية التسليم لله سبحانه وتعالى حول سر الوجود، وهو قضية التسليم لله في أقداره، التسليم لله في قضائه، التسليم لله في خلقه، التسليم لله في أمره. هذا الأمر الذي هو حقيقة من الحقائق الكبرى في هذا الوجود. نلاحظ بأن أركان الإيمان الخمسة، الركن السادس كثيرا ما يشكل على الكثير من المسلمين، كثير من الناس يشكل عليه، ولذلك حتى طوائف كبيرة وكثيرة جدا ربما ضلت في موضوع القدر، لم تكاد تستوعب، فلم تدرك هل ترجح أقدار الله الكونية أم ترجح أقدار الله الشرعية؟ هل نحن مسيرون أم نحن مخيرون؟ هذه التساؤلات الكبرى التي شغلت الفلاسفة وشغلت العمالقة والمفكرين وشغلت الطوائف، شغلت على كل البشرية في مراحل عديدة جدا. ولكن بالنسبة لنا في التصور الإسلامي إن شاء الله لن تكون هنالك أزمة كبيرة. فنحن ندرك كما يقول على عزت بيغوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، يقول: للطبيعة حتمية تحكمها وللإنسان قدره. لاحظوا، لم يقل للإنسان حتمياته، يقول للطبيعة حتمية تحكمها. فالحتميات هنا لها علاقة بالطبيعة، لها قوانين، لها نظم، لها سنن. هذه السنن لا تكاد تخرج عنها. هذه في المنظومة الكونية، الشمس في شروقها وغروبها، علاقات الأكوان بعضها ببعض. أي اختلال في منظومة الكون في الخروج عن القانون الذي رسمه الله يختل نظام الكون وتنتهي البشرية. لذلك له حتميات. هنا طبعا يقول للطبيعة حتمية تحكمها وللإنسان قدره، والتسليم بهذا القدر هو الفكرة النهائية العليا للإسلام. سبحان الله، يعني كيف أن القدر هذا الذي جزء من الإيمان، التسليم بقضاء الله، التسليم بقدر الله. طيب، هنا سيأتي طبعا كما قلت الإشكال الذي ربما لم يستطع أن يجيب عنه الكثير من الناس. فصارت مثلا هنالك مشكلة عند القدرية، فقالوا والله بالنسبة للإنسان يعني نفوا عنه مفهوم القدر. مقابل هؤلاء نفوا مفهوم أيضا الجبرية، مثلا اعتبروا والله الإنسان ما هو إلا كالريشة في الصحراء تقلبها الأهواء، ليست له إرادة، ليست له مشيئة. وبالتالي طائفة غلبت مفهوم التسيير، وطائفة أخرى غلبت مفهوم التخيير. فهل والله نحن في حياتنا مسيرون أم مخيرون؟ هل الإنسان مسير أم الإنسان مخير؟ هذه التساؤلات طبعا كبيرة جدا. نلاحظ بأن عندما نقول بأن القدر هو سر هذا الوجود، انظر إلى نفسك ومسيرتك، انظر إلى حياتك منذ البداية وحتى النهاية، انظر في حجم ما خططت له وتم تنفيذه، وانظر في حجم ما خططت له ولم يتم تنفيذه، انظر في حجم التخطيط والدقة والجهد الذي بذلته وكم نسبة النجاح فيه، وهكذا. هذه التساؤلات الكبرى ستلاحظ بأنك تصل إلى نتيجة مفادها بأنك فعلا عندما تخطط وترتب وتنظم وتجدول قد تحصل على شيء مما تريد، ولكنك حتما لن تحصل على كل ما تريد، على كل ما تريد. هذه هي قضية القدر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنلاحظ بأن الكون كله محكوم بأقدار الله ومشيئته، كله محكوم بأقدار الله ومشيئته. فالطبيعة
محكومة بحتميات، محكومة بحتميات وسنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنن الله سبحانه وتعالى في الطبيعة حتمية. وهنا طبعا أخطأ ماركس والشيوعيون بشكل عام عندما أرادوا أن يجروا منطق القوانين الطبيعية الحتمية على منطق الإنسان، وتجاهلوا بأن الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى هامش من الحركة في إطار القدر الكلي، أعطاه هامش من الحركة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعطاك الله سبحانه وتعالى مشيئة، ولكن قال لك مشيئتك ليست مطلقة. وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟ يعني هل تتصور بأن في كون الله وفي ملك الله وفي هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله ملكا له، هل تتصور أن يكون في ملكه ما لا يريد؟ يعني هل يمكن للإنسان أن يتصور بأنه سيفعل فعلا خارج عن المنظومة الإلهية للكون، المنظومة الربوبية، منظومة الربوبية للكون، منظومة التدبير الكلي؟ الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا، ويقول لنا بأنه محيط من وراء أعمالنا، والله بما تعملون أو والله بما يعملون محيط، وهم يمكرون ويخططون ويدبرون، والله عز وجل من وراء مكرهم ومن وراء تدبيرهم ومن وراء تخطيطهم. فيريد أن يقول لك بأن الله سبحانه وتعالى نظامي في الكون الطبيعي هو نظام الحتميات، ونظامي في الحالة الإنسانية هو نظام الأقدار. نظام الأقدار المبني على فكرة أنك عندك هامش من المناورة في إطار إرادة الله الكلية. ولله المثل الأعلى. مثلا نضرب مثل بأن مثلا يقول لك والله شخص، ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تأتي إلي فهنالك 10 طرق يمكن أن تؤدي إلي، ولكن بعض الطرق تؤدي إلي بمخاطر، وبعضها تؤدي إلي بالسلامة، بعضها لا أريده ولا أحبه ولا أريد لك أن تسلكه، لكن إن سلكته تتحمل تبعات ذلك. ولكن كل هذه الطرق في النهاية لن تخرج عن الطرق التي حددتها سلفا. يعني أنا حددت للخروج من المنطقة التي أنت فيها، حددت لك 10 20 ألف مليون طريق، حددت لك مليون طريق. فلما تأتي تسأل نفسك في حركتك في إطار المليون طريق وفي إطار المليون حركة، هل خرجت عما رسمه الله؟ نقول لك لم تخرج عما رسمه الله لك. إذن كلها تحت ما قدره الله ورسمه. لكن هل كان لك الإرادة في أن تتحرك في هذه المليون؟ تقول والله نعم، ما كان عندي مشكلة. يعني كان عندي مشكلة أن أتحرك يسار، كان عندي مشكلة، ما عندي مشكلة أن أتحرك يمين، كان عندي مشكلة أن أذهب في الطريق الذي كان فيه مخاطر، كان فيه شرطة، كان فيه تفتيش، ما كان عندي مشكلة. إذن ما أجبرك أحد في أنه والله في المليون طريق هذه أن تسلك أي طريق. يقول لك نعم، ما كان عندي أي مشكلة أن أسلك أي طريق من الطرق، ولكنك في النهاية هل سلكت طريقا غير الطرق التي أتاحها الله لك؟ يقول لك والله يا أخي ما سلكت طريقا غير الطرق التي أتاحها الله لي. هكذا باختصار المشاهدون الأعزاء هو منطق الأقدار الإنسانية. منطق الأقدار الإنسانية هو منطق إنجاز التعبير، هو منطق احتمالي، بمعنى الله عز وجل يقول لك والله عندك 10 20 30 طريق، بعضها خطر، بعضها فيه تحديات، بعضها فيه مهالك، قد لا تصل إلينا، يعني قد لا تصل إلينا، وهكذا. هذه هي باختصار فلسفة الجمع بين أقدار الله الكونية وأوامر الله الشرعية، ونحن نسلم بكليهما. نقول ألا له الخلق، فالخلق خلقه، والتدبير تدبيره، والسنن سننه، والقوانين قوانينه، والطبيعة له، ولا يكون في كونه إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى إرادة كونية وليست إرادة شرعية، لكن يمكن أن يكون في كونه ما لا يريد شرعا. هذه مسألة طبعا ربما هي التي استشكلت على كثير من المرجئة وعلى كثير كذلك من أهل الإرجاء وأهل القدر. أهل القدر الذين اعتبروا ما في شيء اسمه أقدار الإنسان يفعل في هذا الكون ما يشاء، وليس هنالك يعني تسيير للإنسان، فهو مخير تخيير مطلق. لكن لو قلنا لهم هل تستطيعون أن تحددوا لحظة ميلادكم؟ هل تستطيعون أن تحددوا لحظة وفاتكم؟ هل تستطيعون أن تحددوا طبيعة عيشكم في الحياة؟ يقول لك والله لا نستطيع. إذن هنالك مساحات من التسيير، هنالك مساحات من التسيير
أنك أنت مسير. لا أحد منا اختار ميلاده ولا اختار والديه ولا اختار البيئة التي يعيش فيها ولا الوطن الذي ينتسب إليه. إذا مساحات واسعة، ما عليك إلا أن تسلم بأنك والله تحت أقدار الله وتحت قضائه سبحانه وتعالى. إذا هذه المسألة هي باختصار شديد جدا إن للكون الطبيعي، للطبيعة حتمياتها، وللإنسان قدره، والإنسان عليه التسليم بأقداره، عليه التسليم بأقداره. وكلما نمت معرفتنا بهذا الوجود، معرفتنا بأنفسنا وبالكون الذي من حولنا، أدركنا أنه لا يمكن أن نكون أسياد مصائرنا مهما بلغنا من العلم مبلغا، فيصعب السيطرة الكاملة على الكثير مما حولنا من عوامل ومؤثرات وقوانين ونظم وغيرها. على كل يبقى الإنسان عنده مساحة من الحركة، ولكنه في كثير من القضايا ليس أمامه إلا أن يسلم لله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. إن الإسلام يجتهد لتنظيم حياة الناس ولتنظيم هذا العالم عن طريق النشأة والتعليم والقوانين والترتيبات التي يحدثها، وهذا مجاله المحدود. يعني هذه كلها مجال محدود للإنسان، ومجال محدود يتحرك فيه التشريعات. أما مجاله الرحيب والفسيح فهو مجال التسليم لله سبحانه وتعالى. أنت تشتغل، تجتهد وتعمل وتبذل، ولكن المجال الذي لا يمكن أن يضيق بالإنسان وهو كون فسيح هو مجال التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. وحقيقة صدق من قال: نحن نعلم ما يريده الله منا، نعلم ما يريده الله منا. الله يريدنا أن نؤمن، يريدنا أن نصلي، يريدنا أن نصوم، يريدنا أن نحج، يريدنا أن نلتزم بالحلال، أن نجتنب المحرمات، يريدنا أن نلتزم في منظومتنا في الحياة بمنظومة الاستخلاف والعمران والتعبد. هذا ما يريده الله منا، ولكن لا أحد منا يدرك ما يريده الله بنا. ماذا يريد الله بنا؟ كيف سيسيرنا؟ إلى أين نحن متجهون؟ نحن في نهاية المطاف في كونه سبحانه وتعالى وفي كنفه، وندعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يريد بنا خيرا وأن يستخدمنا في الخير جل جلاله. إذا إن الإسلام يجتهد في تنظيم الحياة وترتيبها نشأة وتعليما وتشريعا وتقنينا، وهذا هو المجال المحدود. أما المجال الرحيب فهو مجال التسليم لله سبحانه وتعالى. فمثلا نلاحظ بأن منظومة العدالة وإجراءات العدالة، وهذا ربما أكثر مجال حساس جدا، يعني البشرية تعاني منه، تعاني المظالم، تعاني التحديات الكبرى في الجبروت والطغيان والظلم والإفساد في الأرض، تعاني الكثير. مهما حاولت أن تحدث من إجراءات تبقى هنالك هوامش من الظلم، تبقى هنالك مساحات من الظلم يشعر فيها الإنسان بالغبن، يشعر فيها الإنسان بالتعب، يشعر الإنسان فيها بالعنت. في هذه الحالات لا يجد الإنسان ما يعزي به النفس إلا أنه يستسلم لله سبحانه وتعالى ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نخرج فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نواصل أحبتي في الله فيما وقفنا فيه من مسألة التسليم بأقدار الله، وأن حياتنا فيها هوامش من الحركة والحرية والمشيئة أتاحها الله لنا، ولكن كل ذلك تحت مشيئة كبرى وعظمى وقدر عظيم، وهو أقدار الله سبحانه وتعالى في الوجود، أقداره في الإنسانية، أقداره في الطبيعة، أقداره في الكون. هذا الكون الفسيح الذي أتاح الله لك فيه هامش من الحركة، لكن يقول لك أنت أيضا تحت ظل عبوديتي. وإن شاء الله يأتي الحديث عن قضية العبودية وأنواع العبودية في حلقات قادمة. لكن هنا القدر نفسه والتسليم لله سبحانه وتعالى هو إعلان بأني يا رب أعلن التسليم لأمرك ونهيك، وأعلن التسليم بقضائك وقدرك. فهذه مسألة مهمة جدا. ما هي الثمرات والجدوى من عملية التسليم لله؟ يعني نحن الآن تكلمنا عن قضية التسليم لله سبحانه وتعالى، وأنها أعظم غاية من الغايات القرآنية التي يريد القرآن أن نصل إليها.
فإننا نلحظ بأن من أعظم هذه الثمرات التسليم لله يورث العبد الشعور بالأمان وراحة البال. الشخص الذي لا يؤمن ولا يسلم لله ولا يضع نفسه بين يدي ربه ليدبر الله له أمره ويكون دائما متصلا به سبحانه وتعالى مطمئنا إلى تدبير الله سبحانه وتعالى، فالذي لا يسلم لله ويظن بأنه يمكن في كون الله أن يكون ما لا يريد الله، فيسعى ويجتهد ويبذل ومع ذلك هو غير مطمئن البال، قلق، مضطرب، مكتئب، حالته صعبة. ولذلك أول شعور نشعر به ونحن نسلم لله سبحانه وتعالى هو شعور الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. التسليم لله هو ذكر لله، أنت مستحضر عظمة الله، مستحضر جلال الله سبحانه وتعالى، مستحضر كماله سبحانه وتعالى، مستحضر رحمته، مستحضر فضله، فوضعت كل ما تملك بين يدي الله سبحانه وتعالى فسلمت له، أعلنت التسليم لله الذي قال لك فله أسلموا، قالوا آمنا، قالوا سمعنا، قالوا أطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. بني إسرائيل قالوا لا نسمع ولا نطيع، رفضوا أن يسمعوا ويطيعوا، رفضوا التسليم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. أمة الإسلام وضعها مختلف، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، سمعنا وأطعنا غفرانك. هنا طبعا فيها فلسفة عميقة جدا، وهو أننا يا رب نعلن السمع والطاعة والتسليم المطلق لك، ولكن مهما حاولنا لن نبلغ الكمال في ذلك، لأننا نتعامل مع رب عظيم يستحق كل جمال، يستحق كل خير، يستحق أن يعبد، يستحق أن يحمد، يستحق أن يشكر. ولكن يا ربي نحن عاجزون عن أن نؤدي كمال ما تريد منا. غفرانك، غفرانك، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. هذه فلسفة الاستغفار، هي في نهاية المطاف إني يا رب أنا مهما أعلنت لك التسليم ولكني مقصر فاغفر لي. الأمر الثاني ثمرات التسليم لله سبحانه وتعالى أنه يمنح الإنسان التفاؤل ويجنبه التشاؤم والعدمية التي يعاني منها الملايين من البشر. نلاحظ الإنسان المستسلم لله فهو أولا يحسن الظن بربه، يعني لما سلم لله ووضع كل نفسه بين يديه، هو هنا سلم نفسه لله لأنه يدرك أن فعل الله وتدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، وأن علم الله خير من علمه، وأن خبرة الله خير من خبرته، وأن حكمة الله خير من حكمته، وأن مآلات نظر الله وبصره أعظم من مآلات ونظر العبد العاجز، فوضع أمره بين يديه. فكان التدبير الشرعي من خلال كتاب الله، يعني الله سبحانه وتعالى تدبيره للعبد من خلال كتابه، يقول لك والله افعل في الموطن الفلاني شيء الفلاني، افعل في الموطن الفلاني شيء الفلاني، فأنت وضعت من خلال التسليم لأوامره ونواهيه يدك، يعني أمرك بين يديه، فنظم الله لك ذلك من خلال كتابه. ثم فوضت الله سبحانه وتعالى في الأمر الغيبي الذي لا تعرف وضعه، فوضته إليه، فقلت يا ربي أنت تدبر أمري، فإن أردت لي الغنى فهو خير، وإن أردت بي الفقر فهو خير، وإن أردت بي الإصابة فهو منك جل جلاله، فهو بأمرك وقدرك، وإن أردت بي الصحة فهو من حكمتك وجلالك، وهكذا. فأنت وضعت الأمر بين يدي الله، وهذا التسليم لله سبحانه وتعالى يمنحك تفاؤل. فكما كان يقول السلف انظروا ما هو ظنكم بالله، كل واحد منا ما هو ظنه بالله، إن كان ظنه بالله خيرا فسينال خيرا إن شاء الله، ينال الخير، وإن كان ظنه غير ذلك والعياذ بالله فما ظنكم برب العالمين. أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، وأن مآلك بإذن الله سبحانه وتعالى ما دام أنك استسلمت لله وفوضت أمرك إليه، فلن يخزيك الله ولن يضلك الله ولن يخزيك الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا انعكاس، طبعا الأعمال الصالحة تورث دائما الخير، والأعمال الشريرة تورث دائما الشر، هكذا يعني كما تدين تدان، يعني الجزاء من جنس العمل.
فأعمل الخير، أعمل الصالحات، وكن متفائلا. والتفاؤل يعني ينجينا ويجنبنا التشاؤم والعدمية التي يعاني منها الملايين من البشر. والتسليم لله ليس موقفا سلبيا، بل موقف عملي. نحن لما نقول التسليم لله بعض الناس يظنوننا بأنه والله هذا موقف سلبي، ليس موقفا سلبيا، ولكنه مرتبط بالقوة العليا. أنت موقف عملي وإجرائي، وذكرنا يعني الصلاة، الزكاة، مواقف عملية، ولكن كل ذلك لا يغنيك عن التعلق بالله. ولذلك سئل أحدهم عن التوكل، قال أن يكون القلب لله واليد للإعداد. يعني أنت تعد وتجتهد وتبذل وتعمل، ولكن قلبك مع الله سبحانه وتعالى، وثقتك في الله لا في يدك، وثقتك في الله لا في اجتهادك. هكذا يعني حقيقة التسليم أنك اجتهد وأعمل وأبذل، أبذل روحيا، أبذل ماديا، اجتهد شخصيا، اجتهد اجتماعيا، ولكن عليك أن تدرك بأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. مرتبط بالقوة العليا للوجود من خلال التوكل والتسليم لله. ولا بد للإنسان من المواصلة في الكد والاجتهاد، واثقا دون وجل أو خوف، فهو مأمور بالعمل الصالح، ولكن المآلات إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تعمل والنتائج على الله. أنت تزرع مثل المزارع، تفعل ما أمرك الله به، وهو أنك تضع البذرة على الأرض، ولكن ما يفعله الله بهذه البذرة ليس إليك. لا أحد يستطيع التدخل بعد أن زرع المزارع هذه البذرة على الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل كل ما بعد ذلك، ليس إليك. أنت تأتي إلى زوجتك، تأتي إلى زوجك، ويحصل الالتقاء ما بين الرجل والمرأة، ثم يحدث في الرحم أمور لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك هذا التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. ثالثا من ثمرات التسليم لله سبحانه وتعالى أنه يورثنا التقبل لواقع المكان الذي أحاط بميلادنا، ثم الانطلاق والكسب الطيب ضمن النطاق المقدور والطاقة الممكنة، دون التوهم بأننا قادرون على الإحاطة بكل شيء والتغلب عليه، وذلك لأن المكان والزمان من أقدار الله، ولا داعي للتمرد واليأس والقنوط والعدمية وسب الدهر. فالتسليم يورثنا قوة النفس في مواصلة محن الزمان وتحديات المكان. لا أحد منا اختار المكان الذي يولد فيه، ولا أحد منا اختار أن يولد في الشمال أو الجنوب، ولا أحد منا اختار أن يولد في دولة نفطية أو دولة صحراوية. هذه كلها أقدار الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي جعله الله يولد في الصحراء هو شكل من أشكال الابتلاء، وإن شاء الله سنأتي إليه في واحدة من الغايات. والذي جعله الله في دولة نفطية بترولية نمط من أنماط الابتلاء. والذي جعله الله يولد في أوروبا ونمط من أنماط الابتلاء. والذي جعله الله يولد في الشرق، الصين، في الهند، نمط من أنماط الابتلاء. فمسألة القضاء، مسألة التسليم لله سبحانه وتعالى تورثنا هذا النوع من التقبل، يعني هذا النوع من التقبل للمكان الذي ولدنا فيه. وحبنا هنا طبعا مسألة عميقة أيضا، وهو حبنا للمكان الذي ولدنا فيه، ونوع من حبنا لأقدار الله، ونوع من حبنا للتسليم بمراد الله بنا. فنحن لا نحتج على الله سبحانه وتعالى في أفعاله بنا، لا نحتج على الله في أفعاله بنا، يفعل الله بنا ما شاء، لأن الله هو الرب وهو الملك وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي، والله أعلم بمصالحنا منا. فالذي أنشأه في الصحراء عليه أن يتقبل هذا الواقع ويتعامل مع هذا الواقع باعتباره واقع ابتلاء، وعليه ما هو مطلوب منه أن يحسن العمل في هذا المكان الذي ولد فيه. ولكن بعض الناس يسخط في نشأته بين والدين معينين فقيرين مثلا، يستاء أن يكون في بلد من البلدان الفقيرة، يستاء في أن يكون في مجتمع معين ذات نمط، وهكذا. هذه القضية كلها لأن الإنسان فقد التسليم لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا يمنع بطبيعة الحال في أن الإنسان يغير واقعه نحو الأحسن، يعني لا يعني أن صاحب الصحراء يمكن بالجهد والاجتهاد والعمل أن يحول صحراءه إلى جنة وارفة الظلال، ليس هنالك مشكلة، يعني أن تجتهد، ولكن من خلال تقبلك والتسليم لله سبحانه وتعالى الذي خلقك في هذا المكان. رابعا، والتسليم لله سبحانه وتعالى يورث أيضا طمأنينة خاصة في تلقي الأوامر والنواهي.
يعني التسليم لله في الأقدار الكونية أورثنا أشياء معينة. طيب، أيضا التسليم لله سبحانه وتعالى، نحن نسلم لله في الأقدار الطبيعية ونسلم لله في الأقدار الإنساني ونسلم لله في الأوامر والنواهي. طيب، الذي يسلم لله في أوامره ونواهيه يورث ثقة بأن أمر الله، سواء أدرك علته أو لم يدرك، أدرك حكمته أو لم يدرك، عرف غايته أو لم يعرف، ما دام أدرك أن هذا مراد الله وهذا ما يريده الله مني، فليست هنالك مشكلة في أن أقوم بما أمرني الله سبحانه وتعالى به. أمر: قم صلي أصلي، اجتنب المحرمات اجتنب المحرمات، تقدم تتقدم، تأخر تتأخر. لماذا؟ لأني أثق من خلال منطق التسليم لله سبحانه وتعالى بأن الله لا يريد بي إلا الخير، وأن أمره كله خير. سواء أدركت الحكمة، كثير من الناس الآن لا يدركون الحكمة، يعني كثير من أحكام الشريعة الغالب فيها أنها من ورائها حكم. حتى العبادات، يعني هذه محل اتفاق أن العبادات معظمها هنالك حكم، فهي مثلا في مجملها فإنما وضعت الشريعة لمصالح العباد. هذا الشريعة كلها وضعت لمصالح العباد، الكل يدرك ذلك. لكن لما نأتي إلى الجزئيات ونأتي إلى التفاصيل، لماذا مثلا الله أمرنا 5 صلوات؟ ولماذا جعل الصلاة الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، والمغرب 3 والعشاء 3؟ ولماذا مثلا جعل الزكاة كذا؟ ولماذا جعل الحج؟ وهذا الحج الذي نراه هو كما يذهب الآن بعض والعياذ بالله بعض المعاصرين إلى أن والله الحج هي شكل من أشكال الوثنية. يعني عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود يقول: أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فإذا عمر رضي الله عنه يدرك بأن والله نحن لا علاقة لنا بالوثنية، ولكن لأن الله قال لنا صلوا في هذا المكان، تحركوا من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، سعيكم بين الصفا والمروة، ووقوفكم في اليوم 8 في منى، وفي اليوم 9 في عرفات، وهكذا. هذا المنطق الذي فيه التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى في أوامره يورثك طمأنينة عظيمة جدا، وهو أن ما يريده الله بنا خير. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: إن من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أم لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله. خامسا وأخيرا، التسليم لله هو يحقق السعادة الأبدية في الدارين، يحقق الحياة الطيبة في الدنيا، ويحقق السعادة الأبدية بدخول جنة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، لا خوف عليهم لا هم يحزنون، لا يحزنون في الدنيا لا يحزنون في الآخرة، العفو. وبالتالي الخلاصة والختام نقول من خلال الفقه العميق والتسليم المطلق لأقدار الله الكونية والإنسانية وقضائه الشرعي في الأمر والنهي يتم تحقيق التسليم لله قدرا وشرعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.